السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منصة تلماس تحييكم من جديد في برنامج ألو تلماس. هذا البرنامج نعدله مباشر، نستضافوا له أحد الشخصيات ونناقشوا من خلاله الهموم الوطن بشكل عام وما يجري على الساحة الوطنية. المدرسون غدا سيكون بداية إضراب جديد للمدرسين. اخترنا لكم أن نطلع عن قرب على المشاكل المطروحة للمدرسين بشكل عام، وأن نرى الجانب القانوني للنقابات، ونستضيف لكم لهذا الغرض السيد هارون محمد مبارك الصبار، الأمين العام للنقابة الوطنية للمعلمين وعضو نقابات التعليم الأساسي والثانوي، في اتصال مباشر وحي مع الأمين العام لنتمكن من معرفة أولا حول هذا الموضوع بشكل عام، وناقشه معه بشكل عام ولنرى ردوده. تابعونا، لا تمشوا بعيد ان شاء الله. اسيرتكم راه قد نتواصلوا، اللي يعرف واتساب يقدر يمشي عليه، واللي ما يعرفه يقدر يمشي لي على ميسنجر. واتساب مكتوب على الصفحه، وميسنجر كذلك نستقبله عن طريق الاسئله والاضافات العاطفه مضافه الى اخره. السلام عليكم ورحمه الله. أهلا وسهلا السيد الأمين العام للنقابة الوطنية للمعلمين وعضو نقابات التعليم الأساسي والثانوي هارون محمد مبارك الصبار. تحية طيبة وشكرا جزيلا على قبول الدعوة، وإن شاء الله أولا نعطوك كلمة تعرفنا بها على هارون محمد مبارك الصبار. أهلا وسهلا. مرحبا وأهلا وسهلا. شكرا جزيلا منصة الإسلام على هذه السانحة. هارون محمد مبارك الصبار، مدرس ثاني، والأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة للمعلمين وعضو نقابة التعليم الأساسي والثانوي موحدة لموضوعان تحمل مشعل نضال الحق النقابي وتعليم المسطرة الاحتجاجية طالبة بإنصاف الرسم الثاني ربع عضوي معنا. شكرا جزيلا سيد الأمين العام. الأمين العام، أنتم أمين عام للنقابة الوطنية للمعلمين. أصف لنا للنقابة الوطنية للمعلمين في أسطر قليلة. النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين نقابة من أكبر النقابات وأكثرها انتشار على التراب الوطني، لديها العديد من الناضلين معروفين على الحق النقابي ومشهود التضحية في سبيل تدريس حقوقه كاملة، وقد قامت وهذا فقط دعنا. اهلا وسهلا، مرحبا وسهلا معنا دائما. معنا الامين العام للنقابه الوطنيه المستقله للمعلمين. شنو هو عندك واقع المدرس اليوم، سواء كان معلما او استاذا؟ هذا الواقع اليوم. واقع المدرس الموريتاني واقع في الحقيقة واقع مزري، ويمكن موضوع كان مصطلح احتجاجنا حتى اليوم داخلين اضرابات 9 ابريل، وهي الخطوة الثانية من مصطلح احتجاجية ودعتها نقابة التعليم الأساسي والثانوي موحدة. الأمين العام ترقب صوتك شوي. الأمين العام ترقب صوتك شوي يا كبير، اللي اتصال قد يعود ما صافي حتى رقبنا صوتك شوي.
الامين العام، الاضرابات ما زلنا جايينهم اخبار الاضراب غدا ان شاء الله. يقول احنا واقع المدرس اليوم في موريتانيا، الحاله المعيشيه. واقع المدرس اليوم واقع مزري حقيقه. اللي يعجز تمام العجز عن تلبيه متطلبات اسرته اليوميه. واي اب مسؤول عليه مسؤوليات وواجبات تجاه ابنائه، وهو عاجز بصفه نهائيه عن تلبيه هذه الحاجيات نظرا لضعف الراتب والعلاوات مقارنه بنظرائه في القطاعات الاخرى، نظرا ايضا لارتفاع كبير الاسعار وغلاء ايضا الناس. لذلك وضعيته وضعيه مسريه حقيقه، وتحتاج لفتح حقيقيه وجديه من قبل الجهات المعنيه. شكرا جزيلا. شنو هو التعاطي الوزاره بشكل عام؟ تعاطي الوزاره معاكم، كيف تصف تعاطي الوزاره معاكم مع النقابات فعلا هم اللي الناحيه القانونيه؟ تعاطي الوزاره بدنا نوصفوه لانه نوصفوه بعدم جديه. الوزاره الى حد الان والحكومه ايضا ما زالوا يتعاملوا مع قضيه المدرس الموريتاني ومع مطالب عدم الجديه. جميع هذه الحوارات وهذه المفاوضات وهذه اللجان اللي تنعلن مجرد وسائل من اجل استهلاك الوقت على حساب معاناه مدرس موريتاني بصفه عامه. ما في اي جديه لمسناها من قبل الوزاره. وفي الاونه الاخيره كان تم اتصال مع الوزاره الاولى، وكان عندنا امل على يعود ذاك باب الفراج في التعاون مع قضيه المدرس الموريتاني، ولكن للاسف الشديد هو نفس الاسلوب اللي كانت تتعامل معنا به وزاره التربيه، هو نفس الاسلوب تعاملت معنا به الحكومه من خلال عدم الجديه في التعامل الطاح، ومن خلال على هذه المسائل تقدم مجرد مسرحيات حقيقه ممجوده ولعبه بعد مكشوفه. واحنا ما أتينا قابلين نكون على نعامل معنا بجديه ويتم النظر بشكل جدي وفعلي في هذه المعاناه اللي يعاني فيها المدرس الموريتاني. شكرا. أهم شعارات رفعوها بعض من المتابعين للصباحة: المدرس يعمل بدون راتب، لا لتهميش المدرسين، نعم للإضراب. بعض من الشعارات هكذا علقوا بها بعض من الإخوة على هذا البث المباشر. إن شاء الله نتمنى عنه يحققوا ذيك المطالب كاملة. بشكل مختصر، كيف تصف قضية السكن التي تراجعت عنها الحكومة في الآونة الأخيرة؟ قضية السكن احنا من حيث المبدأ السكن اللائق هو المطلب الثالث من المطالب الجوهرية عرائضنا المطلبية. احنا مطالبنا هي زيادة الرواتب والعلاوات وتوفير سكن لائق. معناها عندنا مطلب أساسي وجوهري، ولكن هذه اللجنة رفضناها بسبب اعلن ما لمس فيها جدية وقدمت لنا قضية سكن في قالب وعود الفارغة اللي بلدنا منها وسئمنا منها. ما في مؤشرات جدية حقيقية تشير فعلا تم السكن لا يعود في صالح المدرسين. من ذيك المسائل اللي احنا تبينت لنا بسببها قاطعنا كنقابات تعليم الاساس والثانوي الموحده، قاطعنا لجنه سكن المدرس من الإمال مثل فيها جديه. لذلك ومن ذاك كونهم عرضوا هاي المباني الطين وبقيمه 22 مليار. هذا مبدئيا يشيب على ما فهم جديه بهذه المباني الطين حقيقه. التآزر اللي قالوا عنه لا هي عدي المنطلق لصندوق سكن المدرسين. هاي المباني من الطين المضغوط ولا تصل ولا تقترب حتى من ربع هذا المبلغ المقدم. ثانيا ما عرفنا مساهمة الميزانية العامة للدولة بهذه
المدرس الموريتاني اللي ركزوا عليه استراتيجيتهم، قالوا على ولا يتم يقتطعوا منه، على انه ما عنده شيء يقتطع منه. المدرس الموريتاني حاله مزري ولا له اي سعه لانه يتم الاقتطاع منه. هذه هي المسائل اللي على اساسها بنينا موقفنا، لان ما في مؤشرات جديه، وهذا هو اللي عقب اتضح في الاونه الاخيره، واتضح ان لجنه سكن الصندوق كانت تلعب فقط على كسب الوقت، وكان هدفها الحقيقي هو إخماد جدوى النضال، إخماد ذاك الحراك، وشق نقابات، شق صف النقابات من خلال طرح هذه المسألة يتبين على أنها مسألة هزلية ولا جدية. انتم الإضراب الأول كان 41 ولا 42 نقابة، الإضراب اللي اعلن عنه اليوم كم من نقابة؟ ما له 15 ولا 12؟ بين 15 اليوم 12 نقابة. 12 واصلا كنتوا 41. الاضراب الاول اللي كان عام بشكل متفق عليه جميع. نعم، كان الاضراب الاول قبل الصندوق. المدرس كان شيء 40 نقابة، 45 اعتقد. 45. اين هذه النقابات؟ اين هذه النقابات التي لم تفهم بعد هذا التخاذل وهذا التقاعس من طرف الحكومة؟ ما نقولوا على انها ما فهمت ولا ضغوطيه مواقف، لا كيف ما تعرفوا كاملين هذه النقابات كلها عندها توجهات وعندها خلفيات، عندها مسائل تدعيها. احنا بعد في نقابات التعليم الاساسي والثانوي الموحده كان هذا بين انه هو شري، وهذه ما هي المغالطه ولا هي المسرحيه الاولى يدخلوا فيها. قبل هذا دخلنا في السنه الماضيه السنه الدراسيه 2023 2024 تعانى وزير التدريب مختار والداهي الحوار، وهذا الحوار كان قبل انتخابات. كنا فاهمين اعلنوا الهدف منه لا هو تهدئه الساحه قبل الانتخابات، ولكن هذه دخلنا بذاك معذره الى الله وبراءه لذمه امام المنتسبين والراي العام، لان ما قد يعيط لنا مثلا حوار كانه الإرادة منحنا كان مكشوف بالنسبه لنا على المساله لا مجرد لعب. وهذا ايضا اتضح في نهايه المساله. اولا عانى حوار، كان عن هذا الحوار اعلنوا تبنيته الحكومه، يعني دخلنا فيه وصلنا لنهايته، وشكلوا لجان ونعطات مذكرات رسميه لمديرين مركزيين ومستشارين في الوزاره لانهم يدخلوا معنا اللجان وندخلوا في التصور لحل هاي المشاكل ومطالب المدرسين، وهذا مضينا للشهر لين توصلنا لنهاية وعدلنا محاضر جزئية، وتبقى لنا محضر نهائي يا في الواقع. ولا أصلا بكل سهولة الوزير قال اعلن الحوار، اعلنوا معه برعاية من الحكومة، واعلنوا فقط حوار كان بين الوزارة والنقابات، ورفض بشكل بات اعلن يوقع على هذا المحضر. عن هذه المسرحيات وهذا عدم الجدية التعامل مع مطالب المدرسين. الحقيقة احنا كنقابات عندنا رافضين ندور ولا شيء جدي وفعلي هو اللي مصروف. معناه سيد الأمين العام انتم راك تقولوا عن قضية السكن وفات عنها، مالك شايف عنها قلت يؤخذ من الشس وشنو؟ قضية السكن لين تنطرح بشكل ما، وذا الشكل اللي رفضنا نحن واللي عقب اعلن تصورنا فيه سليم وصحيح. نحن مرحبين بها، نحن مطالبين بالسكن، ندور تعود فهم مؤشرات وفهم ضمانات وفهم بشكل جدي دخول حقيقي مع النقابات اللي تمثل المدرسين في مسألة ومنافع تصل للمدرس، ما يعود الزمن كامل على انه من اجل على نكسب الوقت على حساب معاناة هذا المدرس. قبلها الحوار الماضي مع وزير التدريب كان هناك ايضا هبه كبيره قد سابقا، وعدلوا لهم واللي زاد مشروع تأمين مهنة المدرس من اجل اخماد جدوى النضال، ومن اجل ابطال الحق. بعد 3 سنوات من هذا الصندوق لم يتوصل هذا الصندوق الى اي انجاز. أعلن هذه المسرحيات وهذه المسائل اللي حقيقة سئمنا منها، وهذه شعارات الجوفاء التي تحمل
احنا عندنا مادي منها وعندنا دور تحسين وضعيه المدرس الموريتاني اللي يعرف حقيقه هاي المعاناه اللي فيها يوقف معها جميع المجتمع، بين المجتمع التعليم قضيه مجتمع ولا هي قضيه مدرس. معاناه المدرس تنعكس على المجتمع ككله، تنعكس على الدوله، لان معلم معلم بظروف مزريه، ما هو اللي يصنع الاجيال، ولا هو اللي يصقل المواهب، ولا هو اللي يقدم لكم جيل قادر على انه يقود هذه البلد الى بر الامان. شكرا جزيلا. ندخل في الاضراب ان شاء الله غدا. تفضل اعطينا مقدمه عنه واعطينا عنه وتكلمنا عنه. والاضراب ما هو غدا، هو الاضراب بدا اليوم. بدات وقفات على مستوى الداخل. وقفات اليوم. والاضراب مده اسبوعين يبدا من اليوم 9 ابريل. والخطوه الثانيه تسابق اضراب الخطوه الاولى من المسطره الاعتياديه اللي نفذناها في 12 فبراير. اضراب 12 فبراير كان مده اسبوع. وهذا الاضراب مده اسبوعين ويبدا من 9 ابريل. وانا استغرب كل الاستغراب من عدم مبالاه الوزاره من ضياع دروس الالاف من التلاميذ. هذا لا ينبغي. نحن هذا الاضراب مسؤوليته الكامله نحملوها للوزاره. التصامم وسط الابواب امامنا، وفي الاونه الاخيره اصبحت مولي تقصينا في اي شيء يتعلق بالمدرسين ما تستشارنا فيه. وعاد عندنا نقابات اللي قبلت الصندوقيه اللي تستشارها وتتكلم معاها جميع الشؤون اللي تتعلق بالمدرسين. الصندوق ما هو خالق. الصندوق ما هو خالق، ولكن شاهدناه في قرعه الحج. قرعه الحج شاهدنا عنكم تم استبعادكم من الاجتماع اللي تم فيه. سليم تم استبعادنا من قرعه الحج. وعاد اي مساله تتعلق بالمدرسين استدعاوا لهم النقابات اللي دخلوا معاهم في الصندوق. واحنا من الناحيه القانونيه احنا نمثل المدرسين. ما الله قاعد لما الداعيين هم اللي يمثلوا المدرسين بشكل فعلي من خلال المنتسبين ومن خلال انتشارنا على عموم التراب الوطني. ما دامت التمثيليه النقابيه ما فات خلقت، وما دامت ما فات عن فهم نقابات ذكيه هي اللي تمثل بصفه فعليه للمدرسين، من الخطا على الوزاره على ان تنتقى هي على مزاجها وعلى اساس معايير ما هي واضحه، تنتقى مجموعه من النقابات وهي اللي تم تناقشها وتفاوض معها في قضيه المدرسين. احنا نقابات رفضنا الصندوق بين اللي ما شفنا مؤشرات تدل على الجديه، وهذا عقب تبين. وقال هذا ما يمنعنا من ان نعود مسؤولين عن المدرسين وممثلهم وتم استشارتنا في اي مساله تتعلق بالمدرسين. هاي المساله بلغناها المستشار الوزير المكلف بالنقابات. وللاسف الشديد مستشار الوزير المكلف بالنقابات للاسف الشديد هو ايضا ما تفاعل معنا ابدا. وهذا شيء لا ينبغي. قياده الامور تعود في نصابها حقيقه. هذا يردنا الشور سؤال بعض من المدرسين يقول عن قاع خارجين شيء من النقابات ما عندهم مثلا قاعده قاع شعبيه داخل المدرس، عنهم مقبوضين فين كشعار، يقول كشعار، وعن تحاور بهم الدوله وتعتبرهم كنقابه، وعنها حتى انها بعض افرادهم معينتها يتم تعيينهم في اماكن، ولكن هي دورهم للراي العام. سليم. في مجموعه من النقابات لا عباره عن اوصال. نعم. قطعا دور اللي شفنا لها من الانجازات لا هو على النولين تقوم من النقابات الجاده في اي خطوه من اجل مطالب تحسين ظروف المدرس يوخرون بيانات وشنو شديد على هذه النقابات شاده مسارها قانوني وسليم. المسار القانوني والسليم شنو هو؟ علنا الخيار الاول عندنا هو خيار الحوار المفاوضات، هذا هو خيارنا الاول. ولكن الين تم وصل الابواب عنا وتم تجاهلنا وتم عدم تلبيه مطالبنا والتعامل مع مطالبنا بعدم الجديه. احنا هون عندنا لا خيار واحد هو خيار دستوري وقانوني، وهو خيار الاضرابات والاحتجاجات، وهذا هو خيارنا المتمسكين به.
خيار قانوني ودستوري كما ذكرت. وانتم متمسكين به ان شاء الله الى تحقيق المطالب. وانتم غدا فعلا هنا بعض المعلقين يبدون المدرسين لن نتراجع عن المطالب المشروعه من حقوقنا كزياده الرواتب وزياده المعتبره والعلاوات والسكن اللائق للمدرسين تغيير العقليه داخل الوزاره اللي عادت معدله لكم نقابات موازيه من اجل افشالكم. مدرى السؤال المطروح دركات اياها، انتم كيف تتعاملون مع هذه الظاهره؟ نقابات موازيه من اجل افشال تحركات مطالب الى اخره. كان عندكم قلت لي عنك انتم هون عضو في النقابات التعليم الاساسي والثانوي، بدي تجمع نقابي كبير. نعم. شنو ما فهمت تفكير في القضيه؟ احنا هون صراعنا ما هو مع النقابات. احنا صراعنا من اجل تحقيق مطالب المدرسين ورفع الظلم عنهم. وكلامنا موجهينه للوزاره. النقابات الثانيه اللي منها على الصواب لا يشجعوا المدرسين، اللي منها نواياه وخياراته ما هي سليمه لا يحاسبوا المدرسين. المدرس مثقف ويعي الامور بشكل جلي، ويراعي في الساحه ويراعي في ذاك اللي يشد وذاك اللي ماشي في مصالحه، ويراعي ايضا في ذاك اللي ماشي في مصالحه الشخصيه، وماشي ايضا في خط الوزاره من اجل ضغط ومن اجل تشويه نضال النقابات الجاده. وهذه الامور جليه وواضحه. واحنا بعد في هذه النقابات التعليم الاساسي والثانوي الموحده اللي مشكله من 12 نقابه حملنا مشعل النضال ولا زلنا على ذلك، ولن نتنازل ان شاء الله عنهم الا بعد تحقيق مطالب المدرس ورفع الظلم عنه ان شاء الله. الإضراب الحالي يحمل عدة مطالب، ما هي المطالب التي لا يمكن لا بد من تحقيقها وإلا مواصلة فيها؟ ما هي المطالب الملحة جدا؟ والله شوف، المطالب هي مطلبنا الأول هو زيادة الراتب والعلاوات، هذا هو المطلب الأول. والمطلب الثاني هو توفير سكن لائق للمدرس. المدرس وضعيته الحالية الراهنة على مستوى بلاد كاملة، معروف على نظرك أجور المنازل مرتفعة وما عنده مقدرة باش إلى قاعد المنازل عند خارجة مشكلة، قاعد في إيجار مع المهم خارج قاعد ينكرها. ايوه، حتى مولي الحكومة ضامنة عليه بهذا القطاع الأرضية اللي تم منحهم من جميع قطاعات الدولة ما عدا المدرسين. هذه القطاعات الأرضية هون تبلغ زينة، هذه فيها قطاع أرضية كبيرة وشاسعة وتقدر ينعطى منها المدرسين قطاع أرضية، هذا قاعد كافيهم يعني مردوديتها المادية كافية من أجل على أن المدرس يشتري منزل هو من نفسه يكتفى به. ولكن هذا مازال معزوز به المدرس. معناها عندنا قلت زيادة الراتب والعلاوات وتوفير سكن لائق وتسوية مظلمة مقدمة خدمات التعليم. مقدمة خدمات التعليم هذا اختيار نقول على أنه معدل لهم شيء جريمة في حقهم وجريمة حقيقة في حق المجتمع من نفسه. نحن المدرس اللي يحصل على راتب وعلى العلاوات هذا ما هو قاعد يعيش. من باب أحرى على أنه مدرس يجبر لا راتب هزيل أدنى من راتب المدرس ولا يجبر علاواته، ومرمي في أطراف البلاد ومديور منه على أنه يكون شيء وعلى أنه يعلمه وعلى أنه يهيئه من أجل القيادة وهو من نفسه مهموم. هذا من سابع المستحيلات. على نتنظر من الشخص مهموم ولا قالبه يوفر قوته اليومي على أنه يدرس لنا أبنائنا. معنا عن قضية مقدمة خدمات ثانية مسألة جريمة حقيقة مطالب الرفع عنها. زادوا بعد ب60,000 زادوا ب60,000 شهرية والله، وهي بتاع الراتب والله. ذوك ما هم الوكلاء العقدويين. ذوك ما هو مقدمي خدمات. الوكلاء العقدويين. ذوك ما هو مقدمي خدمات. ذوك الوكلاء العقدويين راهم نعطاهم لا الراتب وما زالت العلاوات الأخرى ما فات منحها.
لما مقدم خدمات التعليم ما يجبر الطباشير ما يعرف الطبشور هي العلاوه كانها الوحيده اللي يجبر المدرسين لانها هي اللي شاروا اليها. معناها كنت التسويه مظلمه مقدمه خدمات التعليم، ذلك وكلاء العقده من الدوله ومعلمين الرئيسيين، ونطالب بتوقيع المحضر النهائي للحوار اللي اجريناه مع وزير التهذيب الوطني، وتمنص منه وجهه الوزيره الحاليه وقالت على انها لا يتوقعوا ولا التزمت بذلك، وكان ذاك هو سبب استئناف النضال وسبب الهبه الكبيره وسبب الاضراب الكبير اللي منقطع النظر اللي ما قد خلق شيء في موريتانيا بين علم تعطلت الدراسه موريتانيا كامله في التعليم الاساسي والتعليم الثانوي بسبب هاي المساله. مطالبين بتوقيع ذاك المحضر من اللي ما نقدر نعود ودخلنا احنا كنقابات كنا على مستوى المسؤوليه وعطلنا مصادرنا الاحتجاجيه وضيعنا العديد من وقتنا في اهالي الاشاعه، ونجي علينا نتوصلوا بالمساله وتوصلناها بمعيه ممثلين الوزاره ما هم مرغمين، قعدوا معنا مده اشهر ونتفاوضوا ونناقشوا حول مسائل وتوصلنا مسائل معينه ووقفوا عليها. معناها عن هذه المحاضر جزئيه طالبين على انها يتم صياغتها بمحضر نهائي ويتم توقيع عليه. هذا مطلبنا ولاننا متنازلين عنه وطالبين به. غدا ان شاء الله عندكم مغفر. غدا ان شاء الله عندكم مغفر. غدا ان شاء الله وعندنا وقفه امام وزاره التربيه وتاعين جميع وسائل الاعلام. ان شاء الله. عند امام وزاره التربيه واصلاح النظام التعليمي. من اجل على ان ناكدوا ويأكد المدرس الموريتاني على انه بلغ السيد الزوبا كما يقال وعلى انه ما يطيق هذا الحال اللي هو فيه. الا ترى فهم واحدين يطرحوا السؤال يقولوا كاع عنكم انتم دور تحاوركم الوزاره، وزاره التربيه، وزاره التربيه حالتكم شو الوزاره الاولى؟ اللي ربما انتقالكم شو الوزاره الاولى نوع من اللي حاله. السؤال بعض من المتابعين للشيء التعليم يقول عنكم انتم بلغتوا الحد الاقصى مع الوزاره الحاليه، وزاره التربيه مع الوزيره، وعندما اغلق السد سد الباب احالتكم الى الوزير الاول في بعض من المطالب. اللي فهمنا من خلال هذا على ان ما تلزم الوزاره ما عندها شيء مقدمته ما عنده شيء مقدمته. حقيقه هذا هو اللي لمسنا من خلال هذه التصرفات وهذه المسائل على ان وزاره التربيه على انها ما عندها شيء مقدمته بالمدرس. قال ايضا مولي الوزاره الاولى اللي انشيناها لا اجبرنا حقيقه عندها هي ذاتها الشيء. هم دائما يتعز على قضيه السكن قلنا قضيه السكن قدمت لنا كما قلت طريقه لا في قالب الوعود اللي سيمنا منها وبلدنا منها. لكن موجهين احنا خطابنا وموجهين كلامنا لرئيس الجمهوريه وطالبنا انه يتدخل واعلنا بدايه مجيء 2019 يعني حمل مشعل المعلم واعلنه هو المحور الى يعود باهتمامات النظام والدوله. هذا استبشرنا به حقيقه، ولكن هذا كامل هذه الحكومات المتعاقبه وهذه الوزارات اللي متعاقبين جاونا حقيقه فشلوا في تطبيق هذه الرؤيه وهذا التوجه. لذلك طالبين على ان تعود لفتة حقيقيه من قبل رئيس الجمهوريه والتدخل من المعاناه على المدرس الموريتاني واللي علينا نعرفه كاملين على كما قلت ونكرر على ان هذه المعاناه وهذا الظلم اللي فيه المدرس على انه ينعكس على المجتمع. لان المدرس ما في وضعيه سليمه، هذا المدرس لا يلجا للعمل الموازي. معناها عنده عملين لا يعدلهم فيهم واحد، وهذا قطعا على انه لا ينقص مردود وعطاء في العمليه التعليميه. كذلك ايضا هذا السوء اللي فيه المدرسين حقيقه يؤدي على انه واحدين منهم لا يعود عندهم خيارات ثانيه على انه يهاجروا هذا القطاع ويقيسوا القطاعات الثانيه. كذلك ايضا لا يمنع ولوج الناس المتميزه. الانسان ضرك متميز لا في ضرك اي اسره
صهرت على ولدها وربته وقراته وعاد متميز ولا يليش التعليم، بأن حقيقة تعرف على أنه ما هو لا يقدر يوفر لا متطلباته هو الشخصية وحدها، من باب أحرى على أنه لا يعود معين أسرة ويوفر لها إمكانيات. ذلك هذا هو المقياس اللي لا يقيس به. لأن كان فالإنسان متميز من حملة الشهادات لا يقبل على أنه يدخل التعليم. عود قراي. هذا عود قراي، هذا قطعا إجابة عن كامل وعن المستمعين. وهذا هو المؤشر رياضتنا بسوي. رياضتنا هم اللي يعرفوا على أن ما دمنا مدرس ما أعطينا حقه، هذا مؤشر على تخلف الدولة، تخلف المجتمع. هذا ما هو عيب لا نعيب به المدرس، ولكن أي تخلف وأي للدول يقاس مدى أهمية المدرس في هذه الدول ومدى أهمية المكانة المعطية. صحيح. معناها عن هاي المسألة ذات شعور مرتبطة. ولا نقول المعلم يعاني ونعودنا احنا نتفرج عود الآباء يخلصون المعلم. هاي الآباء يغلطوا في وقت الصبح أمام الوزارة، الآباء يغلطوا عودهم ملولين واقف. هي قضية التعليم قضية مجتمع وهي المتضرر من أبنائهم. لماذا كانوا يقبلوا هم قاعد أنه أبنائهم يدرسهم شخص يعود هو من نفسه مثقل كاهل بالهموم ولا عنده أي وقت قاعد يبدع فيه ولا عنده به كاهل والمثقل من الهموم والأبناء. هذا الآباء ما يغلط يقبلون اللي منهم يستمع لنا من الآباء أو تتحمل مسؤوليته، يعرف على قضية التعليم ما هي قضية متعلقة بالمدرس، والدولة أيضا تعرف على أن هاي ما مسألة جزئية، مسألة جزئية نقدر نتعامل معها بغض النظر عن التعامل مع مستقبل الدولة ومستقبل المجتمع. دائما الوزارة والحكومة تعذر بذلك قال له المتاح، تقول المتاح من أجل تطبيق مطالب المدرسين. إلى متى ستنتهي هذه المتاح؟ أو أنه نوع من المغالطة؟ ما عندها نهاية. هو اللي مبحث عنه الملوث هو الإرادة الجادة والصادقة الموجودة. نعم. قال مع الوزير الأول قال نفس الكلام، قال عن قضية زيادة الراتب ما مطروحة على الطاولة، لأن الدولة ما عندها باش تزيد الراتب. قضية العلاوات على أن لا يعود فهم الرواية تتجدد الموارد، لأنه لا هذا دوامة عشنا فيها منذ عشرات السنين. وفي الحقيقة على أن المتاح لك ميزانية الدولة ضاعفت مرتين، كانت 500 زايدة من المليارات صارت 1000 زايدة من المليارات، معناها عنها ضاعفت. ولازم أي مسألة قدو وأي قطاع قدو مع أهمية القطاعات كاملة، ولكن ما فهم أي قطاع قد يوازن يقارن بقطاع التعليم. لأن قطاع التعليم هذا إصلاحه هو إصلاح دولة، إصلاح مجتمع وإصلاح دولة. صحيح. هذا الفساد اللي نحن نعاني منه ضرك على مستوى الدولة، هذا بسبب التعليم. وهي الجريمة اللي نعانوا منها هذا بسبب التعليم. وهي المسلكيات كامل اللي ننتقدوها ولا زينا عندنا هذا بسبب التعليم. معناها على أن لماذا تعود الميزانية وضاعفت مرتين ونعودوا احنا التعليم ذي الأولويات نقدموا له القطاعات الثانية، وهذه الأموال نصرفوها بالقطاعات الثانية وخلوها قطاع التعليم. قطاع التعليم هو اللي يعود عنده التمييز الإيجابي، هو الأول يسبب في الموارد كاملة اللي جاية والموارد اللي حالية يسبب فيها ويعدل بشكل حقيقي. وإحنا قضينا عدلنا خطوة جيدة، لكن للأسف الشديد ما تم تطبيقها. فيه قانون التوجيهي صحيح. جينا بنقابات وجاوا الخبراء وعكفنا عليه كاملين، هو بمثابة خارطة الطريق. وكان قال يعتمدوا هذه الوزارات اللي كلهم يجوا يتخبط، وزارات التربية والتهذيب اللي كلهم تعود ما عنده رؤية لا عنده خبرة في هذا المجال ويجوا يتخبط بهذا القطاع. يمضي السنتين مضى ثلاثة هو قاعد ما هو فاهم هذا القطاع ولا مستوعب. هذا القانون التوجيهي كان مثابة خارطة الطريق، لو أنهم تمسكوا به، لو أنهم جسدوه، ولو أنهم وفروا له الموارد. هو الجانب النظري والضر، ولكن الجانب النظري وحده ما يكفي.
يكفي، لابد من ضخ موارد كبيره في هذا القطاع، ولا بد من زياده ميزانيه وزاره التربيه حين تعود تقد هذا المطلوب منها، وهذا الطموح اللي مطلوب منها تعود تقد تجسد على ارض الواقع. الأمين العام، أين وصلت قضيتكم أنتم والشرطة؟ رد الاعتبار نهاية على ماذا انتهت؟ قضية الاعتداء نعم. كيف المسائل كاملة، كيف جميع اللجان اللي دائما تعود يخرج فيها الاستفهام وطمس الحقائق. قضية الاعتداء الجسدي اللي تعرضت له أنا وتعرضوا لزملائي، وشكلت لجنة قالوا عنها مشكلة بأوامر رئيس الجمهورية. لين تلين ندخل فيها تلاقوا يحصروا المسألة الاعتداء علي أنا شخصيا، والاعتداء عليهم واللي تلاقوا يكيفوا هل هو صفعة أم دفع. هذا هو اللي غرضهم من هذا. أنا الصف المقابل هذا الاعتداء سبب يتم الاعتداء عليه أنا هو لأن الراعي سبيلي تم الاعتداء عليه من قبل الشرطة وتم الاعتداء على مجموعة من زملائي. وإذا عاد لا يخلق تحقيق بالاعتداء يخلق على المدرسين شامل في ساحة عمومية على مسمع ومرأة القاصي والداني. معناها أعلنا أرفضنا أعلنا يختزل الاعتداء، والله يختزل التحقيق إلى حالة واحدة، ورفضنا مولي تكييفه إذا كان لا صفعة والله دفع. ولذلك كانوا زملائنا اللي يمثلون في ذيك اللجنة، وهو العميد المختار الجمهوري المناضل محمد فاضل النقور، رفضوا على انهم يواصلوا هذه القضيه بهذه الطريقه. وانا من نفسي لين استدعتني اللجنه على ان تقبض اقوالي في هذه القضيه، رفضت على اني تم التحقيق لا قضيتي انا، وذكرت لهم وسردت لهم الاعتداء اللي يخرج للمدرسين كاملين. لذلك رفضوا بعض اللجنه كانت تمثل المدرسين علقوا عضويتهم بهذه اللجنه، وغابت عنا اخبارها الى يومنا هذا. الملف وقف، ما تعرفوا عليه شو عقب؟ ملف ما اعرف علاش وقف. هكذا الاحداث تسارعت بهذه الطريقه. الأمين العام، نظرا كان فهم السؤال كنت دوري اني اطرحه عليك ولا طرحته؟ ما طرحته. ما شاء الله طرحت ولا اسئله كامله جيده. ايوه، من درا كان عندك اضافه تبقي تضيف، عندك نداء تبغي توجهه من خلال هذا المنبر. نعم تفضل. عندي نداء موجه، ندائي جميع الشرفاء، جميع الغيورين على مصلحة المدرس، بل وجميع من يهتم بقضية المجتمع والدولة، بأنه غدا يعود حاضر في وقفة التحدي أمام وزارة التربية وإصلاح نظام التعليم من أجل التعبير عن الاستياء اللي فيه المدرسين، من أجل التعبير والمطالبة بإنصاف المدرسين. هذا النداء موجه لجميع الأحرار وجميع الشرفاء، لأنهم غدا الساعة 9 يكونوا أمام وزارة التربية وإصلاح نظام التعليم. ونفس النداء موجه للآباء. الآباء قضيتكم مع قضية المدرسين، قضية أبنائكم، قضية مجتمع، لابد أن تعودوا واقفين على المدرس. جميع المجتمع يعود واقف مع المدرس والثاني بما فيه وسائل الإعلام. مشكورين أنتم بعد هذا تحت هذه السانحة وهذه التغطية، وواقفين من جميع وسائل الإعلام، وكنتم غدا لكم تعودوا متواجدين بعين المكان وتغطوا الحدث من أجل إيصال الرسالة. شكرا جزيلا السيد الأمين العام للنقابة الوطنية للمعلمين وعضو نقابات التعليم الأساسي الأستاذ هارون محمد مبارك الصبار على قبول الدعوة، وشكرا على الردود الشافية وسعة الصدر. للأمانة وأخيرا، أشاد كثير جدا من المعلقين والمتابعين عبر هذا البث بكم وبجهودكم وبنضالكم
وبما أوصلتم به النقابة الوطنية للمعلمين. شكرا جزيلا لك، لأن فضلك يعرفه غيرك. شكرا جزيلا لك مرة أخرى، وأتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا. مرحبا وأهلا. مرحبا وأهلا وسهلا.